مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. النهاردة 12/7، سافرت امبارح وجبنا لكم شوية زرع في منتهى الجمال والروعة، وجبنا شوية حاجات من النوادر حرفيا. خليكم معايا عشان تعرفوا أنا جبت لكم إيه. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معايا. اول نبات معانا النهارده هو المون لايت، هو ده من عيله الفيلودندرون. على فكره في ناس بتقول عليه امبريال يلو. هو صحيح من عيله الامبريالات، بس هو مش، ما فيش حاجه اسمها امبريال يلو، هو اسمه مون لايت. نبات جميل جدا، الورقه بتاعته لونها ليموني زي ما انتم شايفين كده. وخلي بالكم النبات ده صغير برضو، حجما صغير. النبات ده ورقته بتكبر وتبقى طويله قوي زيه زي اي امبريال. وده من عيله الفيلودندرون، يعني نبات قوي جدا جدا جدا، متحمل لظروف بيئيه كتير. دفعه جديده من اسمه ايه؟ سوبر ريد. سوبر ريد، برافو عليك. اجلونيما سوبر ريد في منتهى الجمال، الوان واحجام، حجم ورقه ما شاء الله. وعلى فكره بس انا عايز اقول معلومه، ان النبات ده الورقه بتاعته الجديده بتطلع لونها اخضر وبعد كده تحمر. عشان كده انا بالذات اخترت اللون ده، الورقه دي او النبات ده تحديدا. الورقه بتاعته هي بدات تحمر. احمد هات لي واحده ثانيه كده من اللي فوق دي. الورق الجديد بيطلع لونه اخضر كده، تمام، وبعد كده بيحمر مع الوقت. الناس بتخاف ساعات، في ناس خافت منه علشان قالت لا ده بيرد ليدي فالنتاين. لا، هو مش بيرد ليدي فالنتاين ولا حاجه، هو فعلا بيغير لونه. الورقه الجديده بتطلع فاتحه وبعد كده بتبقى ترجع احمر تاني. زي ما انتم متعودين مع مشتل الصوبه ان هو بيجيب النباتات المميزه بس. بس المره دي جبت لكم السيلفر كوين. والسيلفر كوين لما لقيته بالمنظر ده، بصوا ما شاء الله، خلفات كتيرة جدا 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 جدا. شايفين النبات صحته عاملة ازاي وخلفاته قد ايه؟ النبات ده تتهنوا بيه او يتهنى اللي هياخده. شهر واحد بس هتتفرجوا عليه، هيبقى حجمه كبير جدا جدا جدا. النبات سيلفر كوين من انواع الاجلونيما الجميلة قوي قوي قوي، القوية جدا، اللي بتتحمل درجات حرارة عالية، بتتحمل درجات حرارة منخفضة. نبات متحمل لابعد حد ممكن تتخيله. زائد ان هو قمر في الوانه، يعني بصوا المنظر عامل ازاي. وادي دفعه جديده برضو من السيلفر باي. سيلفر باي من الاجلونيما برضو. اسف. على فكره انا بحب الاجلونيما بشكل عام، هتلاقي اغلب مشتري انواع اجلونيما كتير جدا جدا جدا. ده عشان هي بترفع راسي مع العميل. اي حد من اصحابنا لما بياخد مننا زرع لازم بنختار له زرع معين يرفع راسنا معاه. نبات جميل جدا، نبات قوي جدا، متحمل لابعد حد ممكن تتخيلوه. علشان كده انا بختار الاجلونيما. بصوا يا جماعه الاجلونيما الجديده ديت، سبحان الله، بصوا التغذيه عامله ازاي، بصوا الورقه الاخيره عامله ازاي، كبيره ازاي، غير اي ورقه تانية. يعني ده الورق دوت، دي مرحله سكون، كان في سكون النبات، بعد كده طلع الورقه اول ما اشتغل. ده دليل ان هو نبات متغذي صح. بلس ان احنا عندنا هنا بص برضو خلفات ما شاء الله قمر. نعده مع بعض خلفات مش هنعرف نعد كتير يعني عن النبات. صحيح في شاليه 16، بس ما شاء الله خلفات كتيره جدا جدا جدا. الفتونيا القمر، فتونيا جميله جدا جدا جدا. خلينا بقى نعده مع بعض كام نوع في الهنج الواحد. ادي نوع، ادي اتنين، ادي تلات انواع فتونيا في بوت واحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حجم وكثافه وله الوان جميله جدا جدا. ده للناس اللي بتحب الميكسات، لكن انا عندي حاجات خضراء برضو، حاجات هايله. هات لي يا احمد واحد اخضر بس، امسك. بص الاخضر بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله، جميل قوي قوي قوي. ودي الزهره بتاعته، زهره كدابه، بعد كده احنا بنقصها.
نبات الاوكزاليس او نبات الفراشه، ده برضو من الحاجات الجديده اللي احنا جبناها. طبعا احنا على طول متعودين من مشتل الصوبه ان احنا بنجيب النبات دوت، بس هو خلص من عندنا والحمد لله بفضل ربنا جبنا دفعه هايله جدا جدا جدا. نبات جميل قوي قوي قوي. نبات الفراشه، النبات ده بيقفل ورقته بالليل كده زي ما انتم شايفين، وبالنهار بتفتح ورقتها. نبات قمر قوي قوي قوي. الهوية، المرة دي أنا جايب دفعة هوية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها. هوية أولا كلها فيريجيتد بس ما فيهاش أخضر خالص. بصوا يا جماعة الفيريجيتد، بصوا مع الفيريجيتد جاي لي معايا إيه؟ بصوا لون البينك ده. على فكرة القمة النامية بتاعة الهوية بتطلع لونها بينك بالشكل ده، وبعد كده بتلون بتبقى أبيض. نبات جميل جدا جدا جدا، كثافة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، حاجة كده في منتهى الجمال. البرنسس الوايت برنسس، نبات قمر جدا جدا جدا، نبات جميل قوي. حجم الحمد لله رب العالمين اخيرا لقيناه في مصر. الحجم ده ما شفناهوش في مصر خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا. احنا مشتل الصوبة حصري 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 في مصر، هو اللي عنده الاحجام الجميله القمر دي. بصوا يا جماعه الوان الابيض مع الاخضر. بصوا في هنا لاتشة بينك، يا رب تبان في التصوير، مش عارف هتبان ولا لا. النبات جميل جدا جدا جدا، حجم فيه منتهى الجمال. الوايت برنسس من عيله الفيلودندرون، نبات قوي جدا، وللاسف مصر كانت محرومه من النبات دوت. وادي القمر نمبر 2، القمر الثاني. هو الاول بصراحه ما ينفعش يتقال عليه نمره 2، هو البينك برنسس. بينك برنسس برضو حجم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حجم كبير. الورق بتاعه ما شاء الله كبير. الوان ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ديت حاجات بس برضو حصري في مشتل الصوبه، يعني مش موجوده عند حد خالص خالص خالص. نبات فيه منتهى الجمال والروعه، برضو من عيله الفيلودندرون، من النباتات القويه جدا 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 الجميله قوي. وعلى فكره النبات ده يعني الوايت برنسس والبينك برنسس من النباتات المصنفه عالميا، يعني ديت بره بفلوس كتيره قوي 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 قوي. اخر نبات في المجموعه عندنا النهارده هو الوايت ويزرد. الوايت ويزرد من النباتات اللي مش معروفه هنا في مصر خالص، بس طبعا ده مصنف عالميا، مصنف عالي قوي في بره يعني. الوايت ويزرد الساق بتاعته لونها احمر زي ما انتم شايفين، بيدي لطشات بيضه برضو كده، بيدي ورق فيه فيريجيتد ابيض مع اخضر، بلس ان هو بيدي لطشات بينك معانا. هو ما لسه النبات ده ما عطاش البينك، بس هو ما شاء الله بصوا الالوان بتاعته عامله ازاي. الوايت ويزرد مصنف عالميا اعلى من الوايت برنسس، فهو من النباتات الجميله قوي 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 قوي. الحمد لله عندنا في مصر حجم كبير جدا جدا كده. وعلى فكره عندنا في مشتل الصوبه من النباتات اللي عندنا منه احجام صغيره، عندنا الحجم الكبير والحجم الصغير. بصوا ده الفرق بين الوايت برنسس وده الوايت ويزرد. الوايت ويزرد الساق بتاعته حمراء زي ما انتم شايفين كده كويس، وبيطلع لاتشا بينك زي الوايت برنسس برضه. ده الساق بتاعه لونه اخضر، فيه خط احمر زي ما انتم شايفين هنا كده، الساق نفسه فيه خط احمر. هو ده الفرق ما بين الاثنين. بس طبعا الوايت ويزرد مستوى اعلى بكتير جدا 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 من الوايت برنسس. طبعا هو احنا عندنا في مصر الاثنين من النوادر، يعني من النباتات النادره، ان احنا الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نجمع النباتات دي بالاحجام دي. اصحابنا بيقولوا لنا في المشتل عندنا انتوا ليه زرعكم بس انتوا بتجيبوا الزرع الغالي؟ لا يا جماعه احنا مش بنجيب الزرع الغالي بس، اهو سونجونيوم وايت باتر فلاي سعره في الارض، سعره يعني قد كده، وكثافه ما شاء الله. بصوا كثافه ما شاء الله عامله ازاي، زائد طبعا ان هو الوانه جميله، وبرده نبات امهات، يعني نبات ما شاء الله كثيف. بص قد ايه مش وحيد، نبات ما شاء الله قوي جدا 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 جدا.
معانا دلوقتي البيس ليلي، بس البيس ليلي المره دي مش زي اي بيس ليلي انت شفتها قبل كده. البيس ليلي الفاريجيتد او الابيض. بصوا يا جماعه لون الورقه بتاعته في منتهى الجمال. الورقه بتاعته جميله قوي، الميكس الابيض مع الاخضر عامل شكل هايل تحفه قوي 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 قوي. زائد بلس ان اللون بتاع الزهره بتاعته مميزه. يعني زهره البيس ليلي العادي بتخضر مره واحده وبتنشف على طول بعد ما تخضر، لكن البيس ليلي الفاريجيتد بيدي اللون الاخضر مع اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده، وتفضل مده طويله برضو. يعني هي بتظهر تبقى بيضه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتخضر وتقعد برضو مده طويله كده. نبات جميل جدا جدا جدا. عندنا وفرناه الحمد لله رب العالمين في مشتل الصوبه بكثافه عاليه بس هو غالي شويه، فعشان كده احنا جبنا منه احجام برضو صغيره تناسب كل ميزانيه وكل مساحه في البيت. وادي الاجلونيما مونستون، حجم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبخلفتها اهي. يعني نبات بخلفاته. مشتل الصوبة عندنا الحمد لله رب العالمين مميز جدا 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 بنباتات اللي مش موجوده، النباتات اللي ممكن يعني صعب ان انت تلاقيها في مصر. نبات ما شاء الله قمر زي ما انتم شايفين. اجلونيما ليبستيك. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا جمال الورقه بتاعتها عامله ازاي. هي ليبستيك يعني احمر شفايف. الورقه بتاعتها شبه الشفايف، شبه بق الانسان كده، والاحمر اللي حوالين من الورقه عاطي اللي هو الليبستيك احمر شفايف. نبات جميل جدا جدا جدا، الوان تحفه قوي قوي قوي. هات لي واحده ثانيه يا احمد، هات لي المحمر قوي اللي ورا دي. ايوه دي، بس دي لما بتتعرض لاضاءه عاليه بتبقى شكلها كده. نبات جميل قوي وهايل قوي قوي قوي، برضو حصري في مشتل الصوبه. برضو الحاجات دي حصري في مشتل الصوبه. تعالوا اوريكم بقى نوع من السنجونيوم انتوا ما شفتوش قبل كده، وانا متاكد ان ما حدش شافه، حتى حبايبنا اللي في الدول العربيه برضو ممكن يكونوا ما شافوهوش بره يعني عندهم قبل كده. السنجونيوم الريد فين، العروق الحمراء. بصوا يا جماعه الوانه عامل ازاي. هو النبات اخضر، العروق اللي فيه لونها احمر غامقه. مش فاكر لنا واحد كده يكون واضح شويه. بصوا يا جماعه اللون، بصوا لون الورق عامل ازاي. الناس على فكره بتجيلي هنا وبتتلخبط ان بيفكروه كلاديوم، لا. وعلى فكره ده من النباتات عندنا في اسكندريه، ده النباتات الاقتصاديه، يعني النبات مش غالي، مش بنفتري عشان النبات طالما احنا الحمد لله بفضل ربنا انتجناه يبقى بنبيعه رخيص الحمد لله. نبات جميل جدا، وفي منه على فكره على فكره النبات دوت حجم ورقته بتكبر قوي اللي في النص. امسك، بص هو اهو، هو الريد فين، عروق الحمراء، بس ورقته ما شاء الله كبيره جدا جدا جدا. بفضل ربنا علينا احنا لو حصرنا النباتات اللي احنا جبناها وحطيناها ووريناها لكم هنحتاجوا فيديو مش اكتر، مش اقل من 3 ساعات. هنقسمه برضو على اجزاء زي ما تعودناكم، وان شاء الله استنوني بكره في حلقه تانية عن جزء جديد من النباتات الداخليه ان شاء الله رب العالمين اللي احنا جبناها جديد. حبايبنا اللي وصلوا لغايه هنا انتوا اخواتي وحبايبي، افكركم اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك كتير، لايك كتير ايه، مفيش لايك كتير ولا حاجه، لايك وشير كتير عشان معلوماتنا توصل لكل، او زرعنا النهارده يوصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.